شخص بيظهر في أحلام كل الناس فجأة بشكل مريب وبيتشهر بسبب ده وحياته بتتحول للأحسن، ولكن الميزة دي فجأة بتحول حياته لجحيم وبتتقلب لكابوس. فيلا بينا نشوف ايه اللي هيحصل بالظبط من غير ما ندخل في تفاصيل كتير. بيبدأ فيلمنا بمشهد لأب بينظف جنينة بيته وبنته بتتفرج عليه، وفجأة بيقع عليهم مفتاح من السما، فبتتخض البنت وبتحاول تعرف المفتاح ده بتاع ايه، وبتقع عليهم من السما برضه جزمة وبتنزل في حمام السباحة، وبعدها على طول بيقع عليهم شخص في نفس المكان. وبتحاول البنت تحذر باباها من اللي بيحصل، ولكنه بيطمنها ان كل حاجة تمام ومفيش اي مشكلة. ولكن فجأة بتطير البنت من مكانها وبتنادي على والدها وبتترجاه ينقذها، لكنه ما بيعملش اي حاجة وبتختفي في السما. وبنعرف ان كل ده كان مجرد حلم، وهي بتحكيه لبول باباها وبيكون مش فاهم هو ليه ما حاولش ينقذها، خصوصا ان دي تالت مرة تحلم نفس الحلم. وبيكون متضايق لانه فاكر ان بنته بتفكر فيه بطريقة وحشة، وان احلامها دي بسبب انها شايفاه ممكن يهرب من حل مشاكلها في الحقيقة. وبعد كده بيطلب من بنته هانا انها ترجع بدري علشان تقعد مع صوفي اختها، لان النهاردة ليلة المسرحية، وبيكون البنتين مش حابين يقعدوا مع بعض اصلا. وبنعرف بعد كده ان عنده مقابلة مهمة، وبتطلب منه جانت مراته انه يسجل لها المقابلة لانها بتبقى عايزة تعرف هو هيتصرف ازاي. وبعد كده بيدي بول محاضرة، وبنعرف انه دكتور في جامعة أوسلر، وبيبان ان الطلبة مش مهتمين باللي بيشرحه، ولما بيسألهم مفيش اي حد بيجاوب منهم، وعلى الرغم من كده الا انه بيحاول يكون لطيف معاهم. وبيروح بعد كده لمطعم، وبتقول له البنت اللي شغالة فيه انها حاسة انها تعرفه وبتحاول تفتكره، ولكنها ما بتقدرش تتعرف عليه ولا تعرف شافته فين قبل كده. وبيقابل بول شيلا صديقته اللي بتقوله ان شكله اتغير لدرجة انها ما عرفتوش اول ما دخلت، ولما بتسأله لو لسه بيشتغل في الجامعة ولا لا بيقول لها انه لسه فيها، وبيتكلموا عن ذكرياتهم مع بعض، وبيعرفها انه بيألف كتاب. وبنعرف انها مسؤولة عن قبول الابحاث، وبيكون بول عاوزها تقبل شغله لكنها بترفض، وبتقوله ان كفاية عليه يكون دكتور في الجامعة، وبتقوله انه مش لازم يكون باحث كمان. ولكن بيمشي بول وهو متضايق منها جدا، وبيمسح التسجيل اللي سجله لها علشان جانت مراته ما تسمعوش، وبيروح يستناها عند المسرح. واول ما بتوصل بتسأله وصل لايه مع شيلا، ولو كان سجل مقابلته معاها زي ما قالت له ولا لا. فبيقول لها انه محبش يعمل كده، لكنه بيطمنها انه هيحل الموضوع ده ومفيش داعي تقلق، وبياخدها وبيدخلوا المسرح. ولكنه بيكون متضايق ومش مركز مع العرض المسرحي، ولما المسرحية بتخلص بيخرج هو وجانت، ولكن في واحدة بتنادي عليه، وبيكون واضح انهم يعرفوا بعض. وبنعرف ان اسمها كلير، وبيعرفها بول على جانت اللي لما بتسألهم هم يعرفوا بعض منين بيقولوا لها انهم كانوا مرتبطين قبل ما يتجوزها. وبتقول له كلير وقتها انها بتفكر فيه كتير في الفترة الأخيرة، وده لانها بتحلم بيه كل يوم. وبتقول له انه في كل الاحلام بتاعتها ما بيعملش اي ردة فعل، وده اللي بيلفت نظر بول لانه بيفكروا باحلام بنته. وبتحكي له حلم منهم، وهو ان صاحبهم عربية خبطته وكان بيموت ما بين ايديها، وهو عدى عليهم عادي من جنبهم ولا كأن في اي حاجة حصلت. وبتقول له كلير انها عايزة تعزمه على قهوة ويتكلموا مع بعض، لان اكيد ما بينهم حاجات محتاجة تخلص، وان ده اكيد السبب في انها تشوفه في احلامها. وبتاخد رقمه وبتمشي. وبتكون جانت متضايقة من كلامها مع بول، ولما بترجع مع بول للبيت بتسأله ليه كان متوتر اول ما شافها، لكنه بينكر وبيقول لها انه بس كان متفاجئ وكل ده كان مجرد صدفة مش اكتر. وبيطمنها بول وبيقول لها انه بيحبها وعمره ما فكر في اي ست غيرها، وبيوعدها ان لما يقابل كلير مش هيضحك في وشها حتى، وهيعملها بشكل رسمي. وتاني يوم بنشوفه مع كلير وبيضحك معاها عادي، وبيقول لها انه اسف علشان دخل دماغها بالاحلام دي وضايقها. وبتشكره كلير انه وافق يقابلها، ولما بتسأله لو كان ينفع تنشر موضوع الاحلام ده في المجلة اللي هي شغالة فيها ولا لا فبيوافق. وبعدين بيقول لها ان جانت حست انك عايزة مني حاجة، او انك لسه بتحبيني وكنت عاوزة تشوفيني لاني وحشتك. فبتضحك كلير وبتقول له ان ده مش حقيقي، وبتقوم تمشي وهي بتقول له اشوفك في احلامي. وبيتجمع بول بعد كده مع عيلته، وبيطلب منهم يسيبوا الموبايلات علشان يتكلموا، وبيسأل صوفي بنته عن يومها في المدرسة كان عامل ازاي. ولكن قبل ما بترد عليه بيسمعوا صوت مزعج قوي، وبيقول لهم انه هيخرج يشوف ايه اللي بيحصل بره. ولكن بتجيله مكالمة في الوقت ده من ريتشارد صاحبه اللي بيقول له انه عامل حفلة وبيطلب منه يحضر. وبعد كده بنشوف بول وهو بيقع على الارض وبتجري عيلته عليه، وبنشوف بعدها ان الماسنجر بتاعه بقى مليان رسائل من ناس بتحلم بيه. وبيقول لجانت ان جاله اكتر من 100 رسالة لناس بتحلم بيه، وانه اكيد ده من المقال اللي كلير كتبته عنه. وبيقول لها ان في ناس منهم عاوزة تقابله ولكنها بتكون رافضة، وبتقول له انه لازم يفكر الاول كويس. وبيعمل بول بعد كده فيديو وبيقول فيه انه مش عارف اشمعنى هو اللي كل الناس بتحلم بيه، وبيكون كل الباحثين هم كمان عاوزين يعرفوا السبب.
ولكن محدش منهم بيبقى قادر يوصل لأي حاجة. ولما بيوصل بول للجامعة بيلاقي الطلاب بيسقفوا له وفرحانين بوصوله، ولما بيقول لهم يبدأوا يسألوه في الدروس بتاعتهم بيسألوا طالب منهم عن شعوره لما بقى مشهور، فبيقول له بول إن ده مش وقته وممكن يتكلموا في الموضوع ده وقت تاني. ولما بتسأله طالبة منهم ليه كل ده بيحصل معاه بيقول لها إنه ما يعرفش وما عندوش أي فكرة عن السبب. ولما بيسألهم عن الأحلام اللي حلموها بيه بيقول واحد منهم إنه كان في الغابة وكان في راجل مرعب قوي بيجري وراه وحاول يقتله وهو كان واقف ولكن ما اهتمش باللي بيحصل. وبتقول بنت منهم إنهم كانوا مخطوفين وفي زلزال في المكان وهي كانت مرعوبة وهو شافها وما اهتمش بيها. وبيفضلوا كلهم يحكوا له أحلامهم وفي كل مرة من الأحلام ما بيكونش مهتم بحد. ولما بيسألهم لو أي حد منهم كان عنده حلم بيعمل فيه أي حاجة غير إنه ما كانش مهتم محدش بيرد عليه، وعلشان كده بيطلب منهم يحكوا باقي أحلامهم. وبعد ما بيخلصوا بيتصوروا كلهم معاه، وبيكون الوضع غريب على بول لأنه معاملة الكل ليه بتتغير بسبب إنه بقى مشهور، حتى بناته بقوا مهتمين بوجوده. وبيقول لجانيت إنهم جالهم دعوة علشان يحضروا حفلة عند ريتشارد وما بتكونش مصدقة، وده لأنهم ما يعرفوش عن بعض أي حاجة من سنين كتير. وبعد كده بيدخل شخص البيت بول وهو ماسك سكينة وبيقول له إنه لازم يقتله، وبتبلغ جانيت الشرطة بسرعة علشان تلحق تنقذهم. وفعلا بتوصل الشرطة وبيقول الضابط لبول وجانيت إن الشخص ده عنده هلوسة، ولكن لما وقف الأدوية حصل له كده. وبيقول لهم إن الشهرة ليها أضرارها اللي بتيجي معاها، واللي حصل ده من مشاكل الشهرة. وبعدين بيطلب منهم يركبوا كاميرات مراقبة أو يجيبوا كلب حراسة، ولكن بول بيكون رافض إنه يجيب أي أسلحة لبيته. وبنشوف بول بعد كده هو بيكون عنده مقابلة وبيقابل سيدة اسمها مولي، واللي أول ما بتشوفه بتقوله إنهم في انتظاره فوق. وبعدين بتضحك وبتقوله إنها مش مصدقة إنها شايفاه في الحقيقة، وده لأنها كل يوم بتحلم بيه. وبيتعرف بعد كده على الأشخاص اللي جاي يقابلهم، وبعدين بنعرف إنها وكالة إعلانات مهتمة بالمشاهير اللي مش عاديين، وبيقولوله إنه بقى أشهر شخص في العالم في الفترة الأخيرة. وبيقوله واحد منهم إن الرقم اللي ممكن يعمله من شغله معاهم هيعدي 6 صفار. وبعدين بيقوله إن شركة سبرايت طالبة تتعاون معاهم، وإن كل اللي هيعمله هيتصور بالمنتج أكتر من صورة وبس. ولكن بول بيقاطعهم وبيرجع يتكلم تاني عن إنه عاوز يعمل كتاب، وبيقوله إنه مش عايز تكون شهرته جاية من الأحلام، ومش عايز ده يكون تعريفه وسط الناس. وبيقول لهم إنه دكتور في علم الأحياء ومش عاوز يعمل أي حاجة خارجة عن مجال دراسته. ولكنهم بيرفضوا لأن السبب اللي خلاه مشهور هي الأحلام. وبيرفض بول عروضهم في البداية، ولكنهم في النهاية بيقنعوه إن دي الطريقة الوحيدة علشان يقدر يعمل كتابه وياخد المكانة اللي يستاهلها في مجاله. فبيوافق بول إنه يقعد مع الشركة اللي عايزة تعمل الإعلان. وبيكلم بول جانيت وبيقول لها إنهم هيخلوه يمضي مع ناشر علشان يعمل كتابه، فبتفرح جدا وبتقوله إنه لازم يبدأ على طول في كتابته. وبيروح بول مع مولي اللي قابلها من شوية لشقتها، وبتقوله إنها مش مصدقة إنها من يومين كانت بتشوفه في أحلامها ودلوقتي هو قاعد جنبها في الحقيقة. وبيكون بول متوتر قوي ومش عارف يتصرف ازاي، وبتخليه مولي يحقق لها نفس الحلم اللي حلمت بيه. وبيخرج بول من عندها وهو متعصب من نفسه وبيكسر كل اللي بيقابله من كتر ما هو متضايق. وبيتضايق اكتر لما بيشوف شيلا سرقت منه نظريته اللي كان بيكلمها عنه لما قعدوا مع بعض ونسبتها لنفسها. وبنشوفه بعد كده بيتهجم على شخص وبيضربه لحد ما بيموته. ولما بيروح المحاضرة بيكون متضايق جدا وما بيلاقيش معظم الطلاب موجودين، وبيتفاجئ بول لما مديره بيقوله انه متقدم فيه شكاوي كتير جدا وكلها من طلاب حلمه انه بيعتدي عليهم، وانهم كلهم علشان كده مجوش المحاضرة. وما بيكونش بول مصدق اللي بيحصل معاه، وده لانه ما عملش اي حاجة لاي طالب منهم. وبعد كده بيروح بول وجانيت لحفلة ريتشارد اللي عزمهم عليها، ولكنه بيقول لهم ان هم بس اللي هيكونوا موجودين. وبيبان ان كارلوت مرات ريتشارد متضايقة من وجودهم، ولكن بول بيحاول انه يعدي الوقت باي طريقة من غير ما يبين انه فاهم قصدها. وبتفتكر كارلوت بول وهو بيعتدي عليها في الحلم، فبتقوم من على السفرة وبتسيبهم وبتدخل لأوضتها. وبيقوم ريتشارد وراها، ولما بيرجع بيقول لهم انها تعبانة دلوقتي وممكن يتقابلوا في وقت تاني، وما بيكونوش فاهمين ايه اللي بيحصل بالظبط. وعلشان كده ريتشارد بيقول لهم ان وجود بول هو السبب، لانها حلمت انه اعتدى عليها علشان كده مش قادرة تشوفه. وبيدخل بول بعد كده على الطلبة، وبتكون الأخصائية بتقنعهم ان كل اللي شافوه مجرد احلام، وبول في الواقع شخص طيب، وبتطلب من بول يقرب. ولكن اول ما بيقرب بيخافوا كلهم وبيخرجوا من القاعة وما بيكونوش حابين وجوده معاهم. لكن بول ما بيقدرش يتحمل تصرفاتهم وبيزعق لهم علشان كتبوا على عربيته انه شخص فاشل. وبيرجع بول للبيت وهو متضايق ان الجامعة ادت له اجازة غصب عنه، وده لان الطلبة مش مرتاحين. وبتطرد جانيت من المشروع اللي كانت شغالة عليه، وبيكون طردها بسبب بول. وبيكون الوضع صعب على كل عيلته حتى بناته، لان اصحابهم بدأوا يضايقوهم في المدرسة.
ولما بيروح بول لمطعم بتروح له بنت من اللي شغالين في المطعم وبتقول له ان في زباين موجودين مش حابين وجوده في المكان، لكنه بيرفض يمشي وبيقول لها ان لو حد متضايق يقدر يمشي هو. ووقتها بيجي صاحب المطعم يبوظ له الاكل بتاعه علشان يمشي، فبيرمي بول عليه الطبق وهو متعصب، ولكن كل اللي في المطعم بيتجمعوا عليه وبيضربوه. وبتروح جانيت تاخده وبتقول له انه لازم يعتذر لان محدش سايبهم في حالهم، ولكنه ما بيوافقش وبيقول لها انه ما عملش اي حاجه علشان يعتذر عليها. وتاني يوم وبول بيجري في الشارع بيرمي شخص عليه سهم وبيجي في كتفه لكنه بيجري منه، ولما بيحاول يهرب بيضربه الشخص تاني بسهم، وبيبان ان الشخص اللي بيضربه هو بول نفسه، وبنعرف ان ده حلم. وبيروح بول وجانيت تاني يوم لمدرسه بنتهم وبيكون عندهم مسرحيه، ولما المديره بتطلب من بول انه ما يحضرش العرض لانه محدش هيبقى مطمن وهو موجود بيرفض في البدايه، ولكن جانيت بتقنعه انه لازم يوافق علشان بنتهم ما تتعاقبش. وبيروح بول يعمل فيديو وبيعتذر للناس انه مسبب لهم خوف في احلامهم، وبيقول لهم انه دلوقتي حاسس بمشاعرهم لان هو كمان بقى بيحلم بنفس احلامهم. وبيعيط بول وبيقول انه دلوقتي بقى بيتعذب في حياته وفي احلامه وهو ما عملش اي حاجه. وبعد كده بتيجي جانيت تقول له انها متضايقه من فكره انها مراته وكمان بناته متضايقين من المشاكل اللي حطوهم فيها، فبيمشي بول وهو منهار وبيروح لواحد صاحبه، لكن مرات صاحبه بتكون خايفه منه فبيخليه يبات في مخزن البيت علشان ما تقلقش من وجوده. وبيروح بول لمدرسه بنته علشان يشوفها على المسرح، ولكن في مدرسه بتحاول تمنعه من الدخول، وعلى الرغم من كده بيكمل طريقه وبيفتح باب المسرح، وبتحاول المديره تطلعه بره وتمنعه فبيزق الباب على ايديها فبتتخبط، ووقتها بتقول لكل اللي موجودين انه هاجمها. ولما بيحاول يوضح ان هي اللي منعته محدش بيسمع له وبيشيلوه وبيخرجوه بره المسرح وهو بينادي على بنته، وبيقول لبنته انه ما عملش اي حاجه وكان بس عاوز يشوفها على المسرح. وبنشوف بعد كده تقرير بيشرح ان بول اختفى من الواقع ومن احلام الناس بعد حادثه مسرح المدرسه اللي حصلت، وان من وقتها وناس كتير بتحاول تكون مكانه وتستغل غيابه علشان الناس تحلم بيهم هم. وبنروح بعدها لبول وهو بيتفرج على بيت جديد مع بناته، ولكن البيت ما بيعجبش صوفي وبتكون عاوزه ترجع بيتهم القديم. وبيقابل بول جانيت وبنعرف انهم سابوا بعض، ولما بيقول لها انه هيسافر باريس علشان كتابه بتطلب منه تشوفه هي وبناته قبل ما يسافر. وبيطبع كتاب بول بعد كده وبيكونوا غيروا الاسم بتاعه، لكن برضه ما اتباعش منه ولا نسخه، وده بيضايق بول قوي وبيخليه حاسس انه ماشي في الطريق الغلط. وبينتهي الفيلم بمشهد لبول وهو بيستخدم جهاز بيدخلك في حلم شخص تاني، وبيحاول بول ينفذ التعليمات ويدخل حلم جانيت وينقذها، وبيمشوا مع بعض وهو بيقول لها انه بيتمنى لو كان ده حقيقي. وبينتهي فيلمنا وبيعلمنا ان مش كل الشهرة مفيدة ابدا، وانها ليها جوانب سيئة جدا محدش بيعرفها غير الشخص المشهور. ولو عجبك الفيلم متنساش اللايك والشير وتفعل زر الجرس، وسيب لنا رأيك في الكومنتات وقول لنا ايه الافلام اللي حابب اننا نلخصها لك.